واحدة من أكبر المشاكل الموجودة عندنا في المجتمع موضوع الاستشارات الأسرية أو المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتنا لما نعرضها لناس غلط. بتلقى واحد ممكن يعرض مشكلته الأسرية لواحد ما متزوج وداير يفتلو فيها، أو واحدة بتعرض مشكلتها مع خطيبة لواحدة ما خاطبة، أو واحدة بتحكي مشكلتها الزوجية لواحدة تانية متزوجة. فبتقوم تفتيها على حسب حياتها مع زوجها، وزوجها هذا ما نفس زوجة صاحبتها، فبتديها وصفة علاجية لمرض مختلف من المرض ده. طيب، أكبر مشكلة بتصل بعد ذاك إنه الواحد بيصل لمرحلة إنه ما قادر يشكي أو يحكي لمنه، فبيكون عايش في تخبط وعايش في حيرة. عشان كده ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر ديل الناس اللي في المجال، يعني أنا الليلة بشكي من أضاني حامشي لدكتور بتاع أنف وأذن وحنجرة، ما ممكن أمشي لدكتور بتاع مثلا عظام، لأنه أنا بشكي من حاجة ودي حاجة تانية. طيب، أنت الليلة ما ممكن تمشي تحكي في جروب عام مشكلة معينة، ودايرة مثلا أي زول يحكي عليك أو أي زول يقول عليك، وإحنا عندنا طبيعة ما سمحة. أي حاجة بنعرفها ما بنعرفها بنقولها. يا أخي أنا عندي مشكلة مع راجلي كده، يا أخي طلقيه في 100 واحد غيرك، يا أخي ده راجل ما يستاهل، يا أخي ده. إحنا مرات بنفهم المشكلة ذاتها غلط. يعني عندك مشكلة بينك وبين زوجك، قد ما يكون في مشكلة أصلا في سوء تفاهم. السوء تفاهم ده مبني عليه حاجة معينة. أنا مرة جات واحدة حكت لي مشكلة وقالت لي يا أخي الحاجة دي ده طلاق واقع ولا ما واقع؟ قلت لها طلاق واقع ولا ما واقع ده خليه، حتمشي ناس مجمع الفقه والمشايخ الأكبر مني وأعرف مني في مواضيع الطلاق ممكن يفتولك فيها، وأنا ما قاعد أحب أفتي في حاجة الطلاق دي. حتى لو أنا عارف بحب أخلي شيخ تاني غيري يقول الكلام ده. لكن أنت عندك مشكلة غير دي. قالت لي شنو؟ قلت لها أنت عندك مشكلة يعني ما قادرة تفهمي زوجك. فدي لو وقع الطلاق ولا ما وقع الطلاق، لو دي الثالثة ولا الأولى، أنت هتقع في نفس المشكلة. ليه؟ لأنه أنت ما عارفة الوقت المناسب والطريقة المناسبة في طلب الحاجة دي من زوجك. فزوجك ممكن يغضب وهو بيحلف في الطلاق، أنت غلطانة. أنت إذا وصلت زوجك مرحلة الغضب أنت غلطانة. يعني المفروض تتخيري الوقت المناسب لطلبك ده. وأنت أيها الزوج الكريم، أنت يا أيها الرجل، إدارتك لعواطفك ولمشاكلك التي خارج البيت ليها دور كبير جدا في استقرارك في البيت. مهما كان ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المرأة وجعلها في بيتك وجعل لك القوامة. القوامة يعني شنو؟ يعني الأمر والنهي الذي في حدود المطاق الممكن تعيش به معك مرأة في البيت. ما نهار وشكال وشتام وحكام أبدا. الحياة ما دايرة حكمة بقوة ولا دايرة فك زي ما نقولوا على الآخر، إنما هو أخذ وعطاء عشان الحياة تمشي. فلما يكون أنت بتعايل الحياة بالطريقة دي، حتلقى إنه ما في شيء يخليك تغضب عشان تطلق أصلا، وإنه أي مشكلة كبيرة تكبر والصغيرة تصغر، وأي مشكلة تكون عايز تحلها بتحلها، لأنه في الآخر دي زوجتك وديل أولادك وده بيتك. فحكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي إنه ما نتدخل في حياة الناس، وما نفتي الناس بحاجة إحنا ما عارفينها، وما نحرش الأزواج على بعض، لأنه ده فيه لعن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وزوج عليه إنت ما تكون سبب في إنه البيت يتخرب. إياك ولا تكون بسبب 1% إنه البيت يتخرب. خليك سبب في إنه البيت ينصلح والأسرة تنستر والبيوت تتلمع. أسوأ حاجة في الدنيا إنه أنت تكون سبب في خراب بيت، وإنك تكون سبب في خراب أسرة كتب الله سبحانه وتعالى لها إنها تتلمع، لأنه اجتماع الأسرة ده شيء عظيم، بل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السكينة في بيوتنا وفي نفوسنا. والكلام ما داير أكتره،
لأنه كان كتير بيمسخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.